بيجي عليك مرحلة كده بتكون انت بعد ما خلاص قعدت فترة طويلة جدا تحاول تثبت فيها ان انت شخص ناجح وان انت شخص كويس وان انت بتعمل حاجات كتيرة قوي كويسة. بيجي عليك فترة كده تبتدي تلاحظ ان انت مش محتاج خالص ان انت تعمل حاجة زي دي. تبتدي توقف حاجات انت كنت محتاج ان انت تعملها وتبتدي آه، تتراجع عن حاجات كتيرة. تبتدي تلاحظ ان انت حياتك فضيت، بس مش فضيت بمعنى الفراغ، لا فضيت بمعنى ان انت بقيت حاسس ان كان في دوشة كتيرة قوي كده واتشالت من عليك لمجرد ان انت بس قررت ان انت مش هتحاول تثبت اي حاجة لأي حد. آه، تلاقي ناس كتيرة ستيل، يعني بالرغم ان انت برضو قررت انت خلاص مش هتثبت اي حاجة لأي حد، تلاقي برضو الناس لسه مستغربة. لا بالعكس، انت ممكن تلاقي ان الناس بقت مستغرباك اكتر، الناس بقت مش فاهمك اكتر، او الناس شايفاك مجنون اكتر، الناس شايفاك غريب الاطوار، الناس شايفاك انت ايه اللي انت بتعمله ده، وانت ازاي بتفكر كده، او انت ازاي بتعمل كده. ولكن بالرغم من ان الحاجات دي بقت بتزيد عليك، الا ان انت بقيت مرتاح اكتر من الاول، لان الحاجة الاساسية اللي كانت مخلياك تحس ان انت محتاج ان انت ترضيهم اصلا اتشالت من جواك. فسواء هم انتقدوك او ما انتقدوكش، او عجبهم او ما عجبهمش اللي انت بتعمله، انت اصلا من جواك زي كأنك دوست على الزرار بتقول لهم انتوا ما بقيتوش مهمين كلكم. ما بقاش في اي حد مهم بالنسبه لي ان هو هيقول لي اذا كنت انا صح او غلط. لان انت بتوصل لمرحله بتقول لنفسك كفايه كده، يعني كفايه تضييع وقت اكتر من كده، وكفايه تعذيب في نفسي اكتر من كده، وكفايه ان انا عايش طول السنين ديت بحاول ارضيكم وانتم في الاخر محدش فيكم عجبه اي حاجه. طب انا هكمل ليه؟ طب انا ليه؟ طب ما طالما انا قاعد بقالي كام سنه، يعني في العشرينات مثلا، فانا في العشرينات، فانا كل العشرينات دي بحاول ان انا ارضي فيكم، طب انتم ما تردتوش. طب هل من الذكاء ان انا هفضل مكمله برضو بحاول ارضيكم؟ اكيد لا، مش من الذكاء خالص. في ناس بيقرروا يكملوا، بس بتوصل لمرحله ان هو خلاص طالما انتوا كده مش عاجبكم وكده مش عاجبكم، خلاص اعمل اللي يعجبني انا بقى، اعمل اللي انا شايفه مريح بالنسبه لي، واللي يريحني واللي يبسطني، واللي يخليني حاسس ان انا انسان راضي عن نفسه. لان ان انت ترضي حد ديت حاجه صعبه جدا، وان انت تفضل تيجي على نفسك وتلغي كل تفكيرك وتلغي كل حاجة في تفكيرك علشان تبتدي تركز. يعني انت بتفقد تركيزك مع نفسك وتبتدي تركز اكتر هو محتاج ايه، انت عايز ايه. فبتنسى نفسك وبتنسى حياتك علشان خاطر انت عايز ترضي اللي قدامك. فجس وات اللي قدامك اصلا مش مهتم. اللي قدامك اصلا يعني هو فعلا مش مهتم على الاطلاق. هو مش مهتم باللي انت بتعمله. ولو جيت قلت له طب انا كنت قاعد بدور وبعمل ابحاث علشان اشوف انت ايه اللي هيرضيك، يقول لك لا، ما هو كل الابحاث والحاجات اللي انت عملتها دي كلها طلعت بخ يعني، كلها طلعت ملهاش اي 30 لازمه. فتندم ان انت تجاهلت حياتك، تندم ان انت فكرت اصلا في الشخص ده، تندم ان انت عملت محاولات علشانه، تندم. بتبقى عباره عن ميكس غير طبيعي من الندم. فكل واحد محتاج يعمل اللي هو مريحه، اللي هو عايزه. بس الناس دول مش بيسيبوك في حالك، بيفضلوا يخوفوك طول الوقت بفزاعة الدين بربنا. ربنا هيزعل منك، ربنا هيغضب عليك، لأنهم حاولوا يقنعوك بطريقتهم ومحدش فيهم وانت ما اقتنعتش. فهيخوفوك بربنا، فيقولك أصل ربنا هيغضب منك، وربنا هيعمل كذا، وربنا هيسوي فيك وهيسوي فيك وهيسوي فيك. فانت لما تبتدي ان انت ما تنتبهش لفزاعة الدين، او ما يفرقش معاك او تقاوم ده، هيبتدوا يخشوا في ليفل اعمق ويقولوا لك ان انت ما بتحبش ربنا، وان انت اصلا ما بقاش بيفرق معاك، انت قلبك قلب ميت، انت قلبك قلب قاسي. ولما تبتدي ما تهتمش بحاجة زي كده، يبتدوا يدوروا لك على افتكاسة تانية، يبتدوا يحاولوا يسيطروا عليك بطريقة تانية. يدوروا على اي حاجة، هم هيبتدوا يدوروا لك على اي حاجة علشان يوقفوك عن الحاجة اللي انت بتعملها. الحاجة اللي انت بتعملها دي مش مهم هي حلوة ولا وحشة، او مهمة او مش مهمة، هو المهم ان هم مش عايزينك تعملها. يعني احنا مش عايزينك تعمل الحاجة دي، لان انت لما بتعمل الحاجة دي بتخوفنا. لما بتعمل الحاجة دي احنا بنقلق وبنتوتر وبنشوف ان احنا مقصرين وبنشوف ان احنا لا شيء. فاحنا مش هينفع نسمح لك ان انت تعمل الحاجة دي،
علشان تكون انت الشيء. انت مش هتكون القيمة في حد ذاتك. فانا اول لما هلاقيك بتحاول ان انت تمشي في الطريق ده انا هوقفك عنه. ليه؟ لان انا مش عايزة اشوفك احسن مني. وهبتدي اقول لك دوت باكتر من طريقة، بطريقة مباشرة وبطريقة غير مباشرة، بهجوم وبهزار، بكل الطرق الممكنة. بان انا اقول لك او ابعت لك حد يقول لك، بان انا اهجم عليك او ابعت لك حد يهجم عليك. ففي جميع الاحوال انا مش هسيبك في حالك، علشان انا مش عايزك تنطلق بره سيطرتي وبره حدود القوقعة اللي انا رسمتها لك. لان انا بشوف نفسي من خلال محدوديتك. فده لما اشوفك محدود وانا اعلى منك حاجة صغيرة، فدوت معناه ان انا بقيت افضل منك شوية. فانا لو لقيتك بتقاوم ان انت تخرج من بره ده، فانت معناه ان انت بتقول ان انت اللي احسن مني، وانا مش هقدر اسيبك تشوفني احسن مني. انا لازم اسيطر عليك واعمل لك غسيل مخ واقفل عليك كل الدوائر الممكنه، واقطع عليك كل العلاقات الممكنه اللي ممكن ان هي تحسن تفكيرك او تغير وعيك او تخليك منطلق اكتر. وهمنعك من ان انت تنطلق وتعيش حياتك وتعمل كل اللي نفسك فيه، علشان خاطر انا عايز احس ان انا اقوى منك. لان انا في يوم من الايام كنت فاشل وما قدرتش ان انا اقاوم زي ما انت بتقاوم، وفي يوم من الايام ما كنتش قادر ان انا اخرج بره القوقعه زي ما انت بتحاول تخرج بره القوقعه. فليه وليه؟ وازاي تخرج انت بره القوقعه وكيف تجرؤ على ان انت تقاوم وانا اكون اصلا ما قاومتش؟ فمش هسمح لك، لان انا ضيعت سنين كتيره جدا من عمري ان انا اقعد فاشل، اقعد في مكاني، عاجز عن تغيير حياتي. فكون ان انت بتحاول ده بينور عندي لمبة حمراء كبيرة جدا. وانا مش هتجاهل اللمبة الحمراء دي، لان اللمبة الحمراء دي بتفتح ملف عميق جدا وملف قديم هيقلب عليا كياني. هيجيب لي اضطراب نفسي، هيحسسني ان انا مقصر في حد، في نفسي، في حق نفسي. فاكيد مش هسمح لك ان انت تستمتع بحياتك، مش هسمح لك ان انت تعيش حياتك، مش هسمح لك ان انت تشوف الدنيا حلوة، مش هسمح لك تحس بالامل، مش هسمح لك تحس بالتفاؤل، مش هسمح لك تحس بالايجابية، مش هسمح لك ان انت تخرج بره هذه القوقعة. مش هسمح لك ان انت تحس ان انت قادر او ان انت تقدر تعمل ده، ومش هسيبك تشوف ان في امل ان ممكن دوت يحصل. ومش هسمح لك تحس بالقوة، ومش هسمح لك تحس ان انت كائن وكيان مستقل وفريد في حد ذاته. لان انا مسخ، فانا مش عايزة اشوفك فريد، انا عايزة اشوفك مسخ، ومسخ اكتر مني.